إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. في هذه الحلقة سنسلط الضوء على مفهوم الأمن. ما معنى الأمن؟ البشرية أجمعها تبحث عن الأمن والأمان. في الحديث الشريف عن نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ما مفهوم الأمن؟ أو يصوم أغلبه، وكان يستعد لرمضان من خلال تقديم الأعمال الصالحة، فهو كميدان تدريب. كما أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا لا يقضين ما فاتهن من رمضان بسبب الدورة الشهرية وغيرها إلا في شعبان، فشعبان هو ميدان لقضاء الصيام وميدان للتدريب قبل دخول شهر رمضان المبارك، وهو أيضا فرصة للتسامح وتطهير القلوب من الشحناء والبغضاء، ولذلك ربنا عز وجل يغفر للجميع إلا لمشاحن أو مشرك. بهذه المناسبة سنخصص هذه الحلقة في المناقشة مع ضيفنا وشيخنا وتاج راسنا الدكتور حسن سلمان حول أحكام قضاء ما فات الإنسان من شهر رمضان. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وفي الآية الأخرى قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وكثير من الناس يحصل له يعني الفطر في نهاية رمضان بسبب المرض أو بسبب سفر أو مرضع أو حامل أو حائض. هذه هي معظم الأسباب التي تؤدي إلى القضاء. أهمية هذا الأمر يحصل لكثير من شعبنا الإريتري في السفر، يتعرض للسفر ويتعرض للهجران، وقد يتعرض أيضا للأمراض وغيرها. فحاجة شعبنا الإريتري خاصة وجميع المسلمين لمعرفة هذه الأحكام بالتفصيل مهم جدا. فباسمكم جميعا أرحب فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا بك وبالمشاهدين. حياكم الله شيخنا. أولا يعني تمهيد لفضل صيام شهر رمضان، وأيضا تمهيد ليسر هذه الشريعة المباركة في كونها يعني أباحت الفطر لسبب وجعلته في أيام أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن شهر رمضان من أيام الله تبارك وتعالى التي اختص أو خصها بشعيرة من شعائر هذا الدين وركن من أركانه وفرض من فرائضه، وهو الصيام الذي هو امتناع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الشمس إلى غروبها، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، بنية التعبد لله تبارك وتعالى. ولا شك أن الصيام يدخل في أبواب الصبر
والصبر معروف أن الله سبحانه وتعالى جعل جزاء أصحابه بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عن الصيام: الصوم لي وأنا أجزي به، لأنه من هذا الباب، هو باب الصبر. ومن قام به فإنما يقوم، وهو يؤدي فرض من فرائض الله تبارك وتعالى. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله تبارك وتعالى من ريح المسك. وإذا صام الإنسان يوم من أيام الله تبارك وتعالى باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. فنحن أمام شهر فضيل، وأمام إن شاء الله تقدمة شهر اختصه الله بهذه الفريضة. هذا من حيث العموم، في أن فضل هذا الشهر أنه عظيم وأنه ركن من أركان هذا الدين. أما بشكل عام نلاحظ بأن الشعائر الأربعة، الصلاة والصيام والزكاة والحج، كلها كذلك ارتبطت في الإسلام بمواقيت. الله سبحانه وتعالى ذكر عن الصلاة بأنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالمواقيت بالنسبة للصلاة أساس، ولا يمكن للإنسان أن يؤديها إلا ضمن هذه الأوقات. كذلك الصيام حدد الله تبارك وتعالى له شهرا معينا، لا يمكن للإنسان أن يصوم شهر الفريضة على وجه التحديد إلا في هذا الشهر تحديدا، من يوم 1 رمضان إلى نهاية. ثم في نفس الشهر حدد له ميقاتا زمانيا معينا على مستوى اليوم، فهو أيضا من ساعة معينة إلى ساعة معينة. كذلك الزكاة مرتبطة أيضا بدورة سنوية للمال. هي صحيح ما الناس يتفاوتون فيها، يمكن واحد أن تكون سنته في 1 يناير وواحد آخر، لكنها مرتبطة أيضا بدوران عام كامل، حول كامل. كذلك الحج، الله تبارك وتعالى جعل فيه إن يعني الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج. إذا نلاحظ بأن باختصار في الفرائض بشكل عام من أداها في أوقاتها التي حددها الله سبحانه وتعالى من حيث الزمن فقد أدى الفريضة أداء. يا سلام. قد أدى الفريضة أداء. ومن كانت له أعذار أيا كانت له أعذار معينة، فخاصة في بعض الفرائض، ليس كلها طبعا، لأن بعضها لا فيؤديها قضاء. فباختصار موضوع القضاء هو أن يأتي الإنسان بذات الفريضة ولكن خارج الوقت المحدد لها كما حدده الشارع، ولكن بعد فوات هذا الوقت. فرمضان مثلا عندما نتكلم عن قضاء رمضان، بمعنى شخص مكلف عاش فترة رمضان ولكن كان له عذر شرعي يمنعه من الأداء أو يمنحه رخصة من الرخص، فينقله الشارع من دائرة العزيمة إلى دائرة الرخصة، وهو دائرة القضاء. وهذا بطبيعة الحال هذا من يسر الشريعة. ولذلك الله سبحانه وتعالى في الآية الثانية التي تلوتها قال الله تعالى: شهر رمضان الذي فيه، قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه طبعا واضح أنها الله تبارك وتعالى في موضوع المسافر، في موضوع الكبير، في موضوع يعني مجموعة أناس لهم أن يأخذوا بالرخص، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فهذا شرع الله وهذا شرع الله. ولذلك من هنا نقول بأن كثير من الناس أحيانا يشددون على أنفسهم أخذا بالعزيمة وعندهم الرخصة وهي من تشريع الله. فالله يحب أن تكون في لحظة العزيمة إذا كنت من دون أن يحصل لك عسر أو دون أن يحصل لك يعني تبعات، وكذلك أنت مع التيسير إذا كان أنت بحاجة إليه. جميل، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. طيب لو تحدثنا عن أسباب القضاء، خلينا نأخذها واحدة واحدة بالتفصيل. نعم. هو طبعا الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام. فالآية الأولى تحدثت عن الذين يطيقونه. نعم. ولم تحدد من هم، مش كده؟ نعم. الآية الثانية قالت فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. نعم. لكن عموما خلينا نقول بأن أول من يدخل في موضوع أصحاب الأعذار المريض يدخل في هذا الباب. المرضى نوعان، على نوعين، صحيح، على نوعين. النوع الأول هو الذي يقول عنه الفقهاء يرجى برؤه، بمعنى نزلات، التهابات، ملاريا جاءتك في فترة الصيام ولكنها ليست حالة مستمرة معك. طيب
يمكن أن يكتب الله لك الشفاء بعد أسبوع فتواصل في رمضان، وقد لا يستمر معك المرض إلى نهاية رمضان. هذا المرض الذي يرجى برؤه عليك القضاء بعد أن ينتهي رمضان. هذا النوع الثاني هو المرض الذي لا يرجى برؤه، أي هو مرض مصاحب للإنسان ويصعب معه أن يكون الإنسان أن يؤدي الإنسان فريضة الصيام. وهذا يكون بشهادة طبيب أو خبير أو الناس أو الشخص نفسه يعرف إنه والله هل يطيق أو لا يطيق. كما كأصحاب مثلا أصحاب فشل كلوي، الفشل الكلوي، أصحاب السرطانات المتطورة. نعم. يعني صحيح. طبعا بعض الناس يحاول يوسع في هذا الباب، فبعض الأمراض يمكن أن يصوم معها الإنسان وقد تكون له شفاء. نعم. فهذه لا بد من الالتفات إليه. فالأمراض هذه من هذا النوع ينتقلون إلى الفدية، إلى الفدية. والفدية هو عن كل يوم إطعام مسكين، وجبة مشبعة. وجبة مشبعة. جميل. يعني إما أنها وجبة مشبعة، وإما أنه والله من غالب والذي يرجى برؤه عليه، الذي يرجى برؤه عليه القضاء. نعم. هذا فيما يتعلق بالمرضى. طيب المرض، نوع المرض هل هو أي مرض أو الذي فيه مشقة؟ على كل إن المسألة يعني هي فيها يعني من أخذ بعموم المرض كونه مرض والله تبارك وتعالى، في النهاية أنت في رخصة. في رخصة. هذا المرض إن شعرت بأنه والله مرض بالنسبة لك الصيام سيزيده عليك أو يفاقمه أو تتعب معه ويلزم منه مشقة، فأنت يمكن أن تفطر وعليك القضاء. يعني بعض الناس ممكن والله يكون أصبعه مثلا يؤلمه أو عليه زكام أو كذا أو صداع، هل نقول له أفطر؟ هو مرض، وفي نهاية المرض نستطيع أن نقول هو مرض، ولكن أنت بعد كده أنت وربك. يعني أنت الذي تقدر هذا، زي مثل ويبقى في ذمتك ويلزمك القضاء. طبعا هذا يلزم. أحسن لك الآن. أيوة. نعم. لكن الذي أريد أن أقول أحيانا بعض الناس هو من خلال التجربة يدرك أن هذه الحالة مع الصيام قد تتطور معه، هو يعرف. كل إنسان خبير نفسه. نعم. بعض الأمراض أو بعض الأشخاص عندهم أمراض معينة يحتاج معها إنه الله إما يأخذ حبوبه سريعا فهذا نقول له لا تطور الحالة حتى لو كان في بدايتها حالة بسيطة. لكن بشكل عام الأحوط أن الإنسان عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، فما كان فيه مشقة حقيقية وما كان فيه تعب أو ما كان فيه زيادة مرض يمكن إن شاء الله أن يأخذ برخصة الإفطار. في بعض المرضى من كبار السن الطبيب يأمره أن يفطر ويرفض. نعم. ويصر على الصيام. نعم. ما هي نصيحتكم له؟ طبعا هؤلاء الكبار بالذات سبحان الله، يعني كل ما كان الإنسان يعني كبر في السن تجده أكثر حرصا على الطاعة. ويرى أن أنت والله داير تفرط في عبادته وأنت تريد أن تتساهل وكذا. وبالتالي هؤلاء ننصحهم إذا كان الطبيب ثقة وخبير تماما بالأمراض ويدرك أن هذه الأمراض تؤدي إلى زيادة الحالة أو تؤدي أحيانا والعياذ بالله إلى أنه يمكن الشخص نفسه أن يتعرض للوفاة. نعم. فهذا يجب عليه أن يفطر. يجب عليه أن يفطر. لكن إذا كان لا، الشخص مجرب وأنت أيضا كشخص حوله تدرك أنه غير ما أنه يتعب لكنه لا يتعرض لأشياء، فلا نضغط عليه كثيرا. لكن أن يأخذ بالرخصة هذا زي ما ذكرنا، إن الله يحب أن تؤتى رخصه. طيب جميل. طيب في الذين يكون عليهم قضاء ويأتي عليهم شعبان ويدخل رمضان الثاني ولم يقوموا بواجب القضاء. جميل. بس إيش رأيك الجزئية دي نضيف لها البقية لأنه السؤال لم يكتمل. احنا عشان بس نخلص بس شو اسمه لا تمام. اذا نذهب الى المسافر جميعا سنأتي بعدين ناتي اليه اذا صحيح. المسافر ايضا المسافر عنده رخصة الإفطار، فمن سافر في نهار رمضان ويشترط هنا فقط سفره أن يكون سفر طاعة لا سفر معصية، وأن يكون ليس متحايلا. زي ما قال عندنا اخواننا اللي بيجي في شرق السودان، واحد قالوا له كيف تعمل يا أدروف في رمضان؟ قال نجهجه بالسفر. فالنوع هذا مشكلة، يعني أنت لا تجهجه رمضان بقدر ما تجهجه نفسك في حق هذا. يعني ما الذي يظهر لك في هذا؟ الذي يسافر من أجل أن يفطر، لا هذا طبعا لا يجوز. هذا لا يجوز. طيب هو مسافر
لا هو صحيح مسافر، لكن ينظر أيضا إلى سفره. هل القصد ومن يسافر سفر معصية ماذا تقول له؟ من يسافر سفر معصية أو يسافر للتهرب من الصيام، هذا على كل سيقع في الإثم، ولكن في كل الأحوال سنقول عليك القضاء بالنسبة للذي سافر أو أراد أن يتهرب. قد يكون على كل آثم ويلزمه القضاء، والله أعلم. جميل. طيب إذا المسافر أيهما؟ المسافر الآن نحن اشترطنا له شرطين. الشرط الأول أن يكون هذا السفر سفر طاعة لا سفر معصية، حتى لا يعني قاعدة المعاملة بنقيض المقصود. الشريعة هذه القاعدة فيها أصيلة، وهو أن يعامل الشخص بنقيض قصده. فالذي أراد أن يهرب من رمضان لا نعطيه الرخصة، بل نقول له لا، يلزمك أن تصوم، وإلا كل إنسان يمكن أن يتهرب من الأحكام الشرعية. وكذلك الذي يريد أن يسافر سفر معصية والعياذ بالله، مثل الذي يريد أن يعني يرتكب الفواحش أو المنكرات، لا يساعد كذلك في هذا. يعني نقول يلزمك الصوم وهو مسافر؟ يلزمك هي القضية مش يلزمه الصوم في كل الأحوال، أحسنت، يلزمه الصوم ولا نمنحه الرخصة. هذا الذي تطمئن إليه. هذا الذي أطمئن إليه. نعم. جزاك على الله كل خير. لا يعدم في النهاية لكن فيه خلاف طبعا، لكن نحن نريد الذي أنت تطمئن إليه نفسك. نعم. الأحوط له أنه كمن يريد أن يهرب من الزكاة أو يريد أن يهرب. طيب بعض الناس أيضا يتشدد في الصيام في السفر، رغم أن الشريعة كما تفضلتم يعني رخصت له. نعم. ويكون عنده فرصة، ولكنه يلزم نفسه في قلب المشقة ويصوم، ماذا تقول له؟ نعم. هنا على كلنا الشارع ربط موضوع الرخصة بكون الشخص مسافرا حتى تكون المسألة منضبطة، لأنه يعني بعض الناس يحاول أن يزج المشقة وعدم المشقة. ما المشقة عدم المشقة غير منضبطة، يعني لا تستطيع أن تقول أنت مثلا هذا سفر فيه مشقة، وواحد آخر قد يكون نفس السفر الذي تراه لا مشقة فيه عند واحد آخر يكون فيه مشقة. لا، ليس من الصيام، ليس من البر الصيام في السفر، هذا الأصل. لكن أنا أقول الشارع ربط موضوع الرخصة بالسفر، فإذا كنت مسافر سواء كان مشقة أو ليس مشقة، أيوة ربطها بالسفر، وبالتالي العلة منضبطة. العلة هنا منضبطة، هل أنت والله مسافر ولا غير مسافر؟ فإذا كنت مسافر لك الحق في أن تفطر، لكن لا نقول لك إن صمت بأن صومك ليس صحيح. يعني ده يختلف عن فالمسافر عنده الرخصة، ولكن إذا أراد أن يأخذ بالعزيمة فلا حرج. إذا أراد أن يأخذ بالعزيمة فلا حرج، ولكن الأفضل له الأفضل له أن يفطر. أي الأفضل له أن يفطر. نعم. ويكون حصل على أجرين. نعم. أجر الرخصة، الأخذ بالرخصة. أيوة. والقضاء بعد ذلك. نعم. وكأنه كان. نعم. طيب إذا انتهينا الآن من المرض وانتهينا من السفر. عندنا بعد ذلك الحيض والنفاس. نعم. المرأة الحائض والمرأة النفساء كلاهما يحرم عليهما، دي بلا نزاع، يحرم عليهما الصوم. يعني ليس كالمسافر وليس كالمريض اللي ممكن نقول والله لا، حائض نفساء لا صيام عليهما، بل يحرم عليهما الصيام. والحائضون حتى يجيك أحكام تفصيلية كثيرة جدا، أحيانا قد تكون صائمة ثم يكون بقي لها من الوقت قليل فينزل الدم، فعلى كل متى ما ظهر الدم فإن لحظة نزول الدم بالنسبة لها هي لحظة حيض، لا يصح لها الاستمرار بعد ذلك في صيامها. كذلك النفساء. طيب ماذا يجب عليها؟ القضاء. يجب عليها القضاء. نعم، يجب عليها القضاء. الحائض عليها القضاء، والنفساء كذلك عليها القضاء. أخيرا عندنا المرضع والحامل. نعم. المرضع والحامل على كل لهما 3 أحوال. يا سلام. لها 3 أحوال. الحالة الأولى أن تخاف المرأة على نفسها. جميل. يمكن لها أن تفطر، وحكمها حكم المريض. جميل. عليها القضاء. أن تخاف على ولدها. جميل. تفطر وعليها القضاء، ولكن معه إطعام. هذه كلها أقوال فقهاء، يعني عليها القضاء وعليها الإطعام. يعني فرقنا الآن الحالة الأولى هي لنفسها، روعيت فيها مرض بالنسبة. الحالة الثانية الإفطار ليس لنفسها ولكن لغيرها، فلما كان لغيرها أضيف فيها مع صيام مع قضائها أضيف فيها
كفارة. الفدية. ما وجه الكفارة الآن؟ وجه الكفارة أن المسألة لا تتعلق بها هي، تتعلق بآخر، تتعلق بآخر. لما الآخر هذا برضو إنسان وهو تابع لها. أي وإن كان كذلك، لكن فرق بين أن يكون الأمر متعلق بها هي شخصيا وبين أن يكون لغيرها. على فرق الفقهاء. الحالة الثالثة أن تخاف على نفسها وعلى ولدها. نعم. هذه نفس الشيء تلحق بالقضاء. فتقضي فقط، لكن إذا خافت على ولدها يلزمها بالكفارة. والكفارة وعليها كذلك الإطعام اللي هو فدية. لأن أليس يعني ولدها غير مكلف؟ نعم. ومع ذلك هي خافت عليه حتى لا يصيبه شيء من التعب. نعم. على كل حال هي أنا كان ودي تشرح وجهة نظر العلماء في كونهم يجيبون عليها الكفارة. هذا الذي على كل موجود فيه. تمام. هذا الذي طيب باقي معنا الآن عندنا كبير السن. كبير السن إيه؟ الذي لا يطيق الصوم. نعم. يعني هنا ما نقدر نقول مريض ولا نقول مسافر ولا حائض ولا نفساء، لكنه كبير في السن والصيام يشق عليه. الصيام يشق عليه أيضا، هذا عنده الرخصة، هذا عليه الرخصة، ورخصته غالبا هذا ليس عليه قضاء، لأنه أصلا لو كان يستطيع الصيام لصام. هذا يطعم عنه عن كل يوم مسكين، عن كل يوم مسكين. بالنسبة عن كل يوم مسكين. نعم. هل في أحد يلحق به؟ يعني مثلا كالعمال الذين يعملون في يوم حر شديد وعطش شديد ولا يستطيعون يأخذون إجازة، فبالتالي يضرهم. فهل هذا حتى لو ألحق لكنهم لا يطعمون، يصومون هؤلاء. يعني هؤلاء ليسوا عليهم القضاء فقط. عليهم القضاء، أي عليهم القضاء فقط، يعني بدون كفارة. لا ليس كفارة. إذا كان فعلا مشقة توجب عليهم. طبعا هنا حيكون في تفاصيل كثيرة شيخنا فيما يتعلق هل هو والله هذا العامل مثلا يمكنه أن يصوم ولكنه يشق عليه، أو حصلت له في لحظة من اللحظات مشقة يمكن أن تؤدي بحياته، فهذا أحيانا تجده مثلا والله محتاج إلى كوب من الماء، نقول له أشرب الكوب وواصل بعد ذلك في صيامك، رعاية لحرمة الصيام، وعليك القضاء. وعليك القضاء. أيه. لا، واحد من الصباح إلى المساء هو محتاج، يعني يكون مفطر، يعني محتاج أكل، محتاج شراب، محتاج، وهذا وضعه لا يمكن إلا أن يكون هكذا. فتراعي من هؤلاء الأطباء، الدفاع المدني، إذا كان الناس اللي في الحروب أحيانا يكونوا والله محتاجين إلى هذا كله يدخل فيها. فالفطر أقوى لهم. أي نعم، الفطر أقوى. ويدخل بطبيعة الحال حتى المجاهدين الذين في المعارك يدخل ضمن هؤلاء، يعني الذي مثلا هو محتاج إلى التقوي. المسجونين والأسرى الذين يجبرهم العدو على الإفطار بنظام السلاح. نعم. مكره، ما حكمه؟ مكره. هذا المكره بطبيعة الحال يفطر، ولكن يحسب بعد ذلك أيامه التي. هل عليه كفارة أو القضاء فقط؟ ليس عليه كفارة، عليه القضاء فقط. نعم. إيه؟ نعم. ولا يسقط عنه. لا يسقط عنه. الذي يجامع أهله في نهاية رمضان عمدا. طبعا هذا أول أعوذ بالله، يعني هو انتهاك لحرمة الشهر، وبالتالي ليس فقط القضاء، ودي محل اتفاق. يعني الذي يجامع ليس كالذي يفطر عمدا. يعني قد يكون بعض المذاهب تقول بأن نفرق ما بين المفطر عمدا وبين المفطر بالجماع، فحصل فيها تفريق. لكن محل الاتفاق أن الذي يفطر بالجماع هذا عليه القضاء وعليه الكفارة، شهرين متتابعين، عليه القضاء وعليه الكفارة. أي نعم. هذا الذي. لكن من أفطر عمدا من غير الجماع، أكل وشرب. طيب لو نذكر المشاهدين بكفارة الجماع. كفارة الجماع هي إطعام، أول يقضي قلنا عليه القضاء يوم يومين مما ما حصل، وكل يوم إذا تكرر منه تتكرر الكفارة ويتكرر القضاء. يعني عشان ما يعني من حصل منه أسبوع مثلا 7 أيام فتضرب كلها في شهر. قبل أن يقضي أو بعد أن يقضي؟ ما يهمنا، المهم هو لا، بعد أن يقضي ثم يدخل في الشهرين المتتابعين. يعني مثلا اليوم الأول من رمضان جامع أهله. أيوة. عليه القضاء والكفارة. لكن هو الآن نحن سنطالبه الآن بتكمل الشهر، ثم بعد ذلك يدخل في اليوم جاء في يوم 15 أيضا جامع أيوة أهله. نفس الشيء. عليه 4 أشهر. عليه 4 أشهر.
كلما تكرر منه لزمه الكفارة كل يوم بهذا. أو كفارة واحدة تقضي كل لا الأمور؟ لا تقضي. لا تقضي. لا تقضي كل يوم قولا واحدا أو فيها نعم خلاف؟ لا، حسب علمي ليس فيها خلاف، ليس فيها ما دام تكرر منه كل يوم بيوم وشهرين. طيب خير إن شاء الله. دي أنا وقفت عليه أنه بينهم خلاف أنه يعتبرونه كفارة واحدة. المهم هذا الذي أعلمه. لعله الله خير. يجزيك الله يجزيك خير. نعم. طيب شيخنا، من أفطر في نهاية رمضان عمدا كشرب أو أكل عمدا دون عذر، ولكن ليس كمن جامع أهله، ما حكمه؟ منهم من ألحقه به باعتبار العلة واحدة، منهم من اعتبر أنه من أكل أو شرب يلحق بصاحب الجماع قياسا وليس نصا. النص طبعا جاء في إيه؟ لكن العلة واحدة، وهو أن الصيام هو امتناع عن الجماع وعن الأكل والشرب، مش كده؟ طيب هذا الذي جامع ألزمناه شهرين والقضاء. بعض المذاهب ذهبت إلى إلحاق المفطر عمدا بنفسه. طبعا الكفارة عشان نذكر بس المشاهدين اللي هي أولا عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. نعم. هي هكذا تأتي بالترتيب. نعم. فمن أفطر في نهاية رمضان في نهار رمضان نلزمه بعتق رقبة؟ نعم. ما الدليل على ذلك شيخنا؟ نفس قياسا على ما سبق. هذا جامع، هذا انتهك حرمة الشهر بالجماع وتلذذ بزوجته، وهذا تلذذ بالطعام وتلذذ بالشراب. يعني إذا أنت اعتبرت الحالة العلة واحدة خلاص، لكن من تمسك بظاهر النص بأنه والله هذا في الجماع فقط ولم يثبت لنا دليل في هذا التفريق على كل ليس قوي، ليس قوي، بناء على أن الصوم هو هذا امتناع عن الطعام والشراب والجماع. هل هذا مذهب المالكية؟ طبعا. هذا مذهبنا. المالكية يجيبون هذا؟ أي يجيبون. بس تشددتم شيخنا. لا حفظهم الله. نعم، هم تمسكوا بهذا. نعم. على كل حال وأحسب ليس وحدهم. من معهم؟ أحسب أيضا الشوافعة يذهبون إلى نفس المذهب. فعلى كل من جعل العلة واحدة ألزم الكفارة في الجماع وألزمه في الطعام والشراب. نعم. قياسا. وبقية المذاهب لا أدري. لا تدري. نعم. تمام. إذن انتهينا من مسألة الإفطار في نهاية رمضان سواء كان بعذر أو بغير عذر. نعم. الآن نأتي إلى مسألة من دخل عليه رمضان الثاني ولم يقدم عليه، فما الحكم؟ أولا خلينا نؤكد على أن من كان عليه قضاء فإنه يستحب له الإسراع على النصوص المعروفة، وسارعوا وبادروا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومسألة الفورية عموما في الأعمال. هذا كله يعني من باب أن الإنسان عليه دين لابد أن يعجل بقضاء الله تبارك بهذا القضاء وحق الله تبارك وتعالى. لكن لو افترضنا أن الفقهاء على كل قسموا الناس إلى قسمين، إذا كان هذا الشخص أدركه رمضان الثاني وهو لم يقضي وكان له عذر من الأعذار الشرعية فإنه يلزمه القضاء لاحقا ولا شيء عليه. ولكن من كان عنده وقت وعنده فرصة ولم يبالي برمضان فإنهم ألزموه بالقضاء ومعه كذلك الفدية، وهو إطعام مسكين عن كل يوم. جميل. إذا كان القضاء بعذر. نعم. إذا كان عدم القضاء بعذر. عدم القضاء بعذر فلا شيء عليه إلا القضاء فقط. نعم. وإذا كان بسبب الإهمال. إذا كان بسبب الإهمال فمع القضاء الفدية. فمع القضاء. نعم. الفدية. نعم. طيب. وبهذا نحن نكون قد أتينا على جميع أحكام الصيام فيما يتعلق بالقضاء. ماذا عن تتابع الأيام أو تفرقها؟ لا يشترط التتابع. يعني الإنسان يمكن أن يصوم اليوم ويفطر بكرة وهكذا، يعني ما فيها إشكال، إلا ما يتعلق بالكفارة. طبعا الكفارة هذيك لا بد فيها من التتابع. لكن بالنسبة للقضاء كفارة شهر رمضان، كفارة الجماعة اللي ذكرناها
نعم. أو كفارة المفطر عمدا. هذا لا بد فيه من التتابع بين الأيام، خاصة في الشهرين المتتابعين. نعم. جميل. فيما يتعلق بمن أراد أن يقدم صيام شوال عن القضاء، فما الحكم؟ 6 من شوال. على كل، أنا شخصيا لا أميل إليها. أرى أن تقديم الفرض على النافلة، لكن إذا كان الشخص يشعر بأن له وقت وله زمن وله فرصة، وهذا يدخل هو تعارض على كل بين قاعدتين، بين قاعدة الواجب المقدم على النفل وبين قاعدة الموسع والمضيق. فنحن أمام قاعدتين من قواعد الشريعة، فالمضيق يقدم بشكل عام على الموسع، لكن هنا تأتي قضية الموسع والمضيق إذا كانوا في درجة واحدة. لكن إذا لم يكونوا في درجة واحدة فهنا على كلنا الخلاف الذي أنا الآن أميل إليه، وهو أن الإنسان ما دام عليه قضاء وهذا القضاء واجب، فإن تقديم الواجبات على النوافل أولى وأفضل. هذا الذي، إلا في حالة واحدة مثلا، أن الشخص والله خلاص يعني سيخرج مثلا، ستخرج 6 من شوال، وبالنسبة لنا برضو فيها متسع على كل في بعض الأقوال خاصة عند المالكية، وهو أن الإنسان 6 من شوال نفسها لا يشترط بعض أهل العلم فيها أن تكون في شوال. فما دام الأمر كذلك على النص النبوي. على النص النبوي. نعم. يمكن أن من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما أيوة صام، يعني فأنا صام الدهر كله. صام. لكن بلا شك أن صيام رمضان موسع، لأن الله عز وجل قال في عدة من أيام أخرى. لكن فضل شوال قال 6 من شوال. نعم. وأعتقد أن عائشة كانت تؤخر الصيام الذي عليها إلى شعبان، وهل يتوقع منها أنها تهمل في صيام شوال؟ على كل هي مسألة احتمالية، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. يعني لا نستطيع أن نجزم بأن عائشة رضي الله عنها كانت تصوم شوال، ما نستطيع. هي عبارة عن زي ما تقول أنت توقع أن والله كيف يحصل منها، لكن ليس دليلا حتى يكون في مقاومة من يطالب بالتعجيل، الذي يقول والله يا أخي الفرض يقدم على النافلة. يعني أنت لو نظرت إلى الحديث نفسه، من صام رمضان ثم أتبعه، فهنا أنت أصلا ما أتيت بالفرض. يعني دعنا الآن نقول رجل كان عليه مثلا 10 أيام من القضاء، ودخل عليه شوال وقال 10 أيام أنا أستطيع أن أبددها في يوم الاثنين والخميس، اثنين الخميس إلى نهاية السنة وتنتهي. أيوة. لكن 6 من شوال إذا راح عليه، فبدأ في 6 من شوال ثم توفاه الله عز وجل، فهل نقول هو آثم؟ هو على كل، والآية الكريمة تقول فعدة من أيام أخر. نعم. لا، على كل التأثيم هذا شيء آخر. التأثيم لأنه فيها أيضا مسألة القصد وكذا. هو الآن لا هو بالعكس مبادر، هو يريد أن ينال النافلة وكذا، فلا نستطيع أن نؤثمه، لكن نقول والله فعل ما هو خلاف الأولى. كان الأولى به أن هذه الفرصة يغتنمها في قضاء نجد صراحة كثير من الأخوات الفاضلات اللي اللائي يفطرن بسبب الحيض تبادر لقضاء حيضها. نعم. مباشرة في شوال. نعم. ثم تدرك 6 من شوال. هكذا وجدنا أهالينا بل أنا عموما سنوات طويلة، أحسنت، جزاهن الله خير، يبادرن في القضاء مباشرة. بل هذا النوع خلينا نديهم رخصة أكثر، وهي ذهب إليها عدد من العلماء، وهو أنها خليها تبدأ بالقضاء، فلو انتهى حتى شوال خليها تواصل في ذو القعدة ما بقي لها من شوال. ما الدليل؟ الدليل على كل هو نفس الفهم الذي فهمه بعض العلماء بأن المطلوب المسارعة وليس التخصيص. ممكن أن نقول إذا كان الله عز وجل في الفرض قد أباح نعم. أن يقضى في عدة من أيام الأخرى. أيوة. فما بالكم في النوافل خاصة إذا كان في الله، والشخص ما مقصر. نعم. وحريص على فهموا على كل من موضوع شوال. بعض أهل العلم فهموا منه المبادرة وليس يعني من ضمنه الشيخ العريفي مثلا، مش الشيخ اللي هو الشيخ الله ينفك أسره، نسيت على كل، لكن يقول بها مع أنه حنبلي سبحان الله، ولكن يرى هذا القول وقال به بعض المالكية. بالنسبة للقضاء الشيخ بن باز هنا يقول في الذي يفطر في نهاية رمضان عمدا
نعم. يقول عليك التوبة إلى الله والندم وقضاء الأيام التي أفطرتها وليس عليك سوى ذلك، لكن إذا كانت من رمضان سابقا لم تقضها إلى الآن فعليك مع ذلك الإطعام عن كل يوم إطعام مسكين، نصف ساعة من التمر أو غيره من قوت البلد زيادة عن القضاء مع التوبة إلى الله تعالى. عليك التوبة إلى الله والندم وعلى قضاء الأيام التي تركتها، وعليك إطعام مسكين عن كل يوم، هذا هو الواجب عليك، لأن الإفطار من دون عذر أمر منكر. هذا إذا كان إفطارك بدون جماع. أما إذا كان بعضه بجماع فعليك الكفارة، عليك قضاء اليوم والتوبة، والكفارة كفارة الوطء في رمضان وفي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فتطعم 60 مسكينا. كان هذا اجتهاد الشيخ بن باز أن عليه القضاء فقط. عليه القضاء. هو على كل هم أوقفوا النص على صاحبه اللي هو ورد في الجماع فلا نلحق به غيره. طيب من أفطر في نهاية رمضان بالاستمناء فهل صومه صحيح أو هو مفطر؟ من أفطر بالاستمناء يعني بمباشرة بيده، أو أفطر بالاستمناء بالتفكر والتأمل، أو بمداعبة زوجته، أو بالنظر إلى المسلسلات، كل هذا النوع من الإفطارات على كل هو إفطار متعمد. فعلى القول على كل بقولنا هو مفطر نهار رمضان عمدا، وعلى القول الثاني عليه القضاء والإثم. هذه ما مسألة الإثم هذه، وأنه ما راعى شهر رمضان وراء حرمته، هذا كله بلا شك. وهذا للأسف الشديد يتساهل فيه كثير من الناس، في أنه والله لا يبالي بالحرمة، لا يبالي بحرمة الشهر والمطلوب هنا أن تنتصر أصلا أنت على شهواتك في هذا. يعني لو تذكرنا الرجل الذي جاء إلى النبي عليه السلام فقال بصوت عالي في المسجد: هلكت يا رسول الله. نعم، هلكت. شوف هذا الشعور. ماذا تفهم منه هلكت؟ هذا الشعور أنه والله هو حتى ما كان يتصور أنه ممكن والله يكون فيها كفارة أصلا. الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده رحيم بهم، لكن الفهم بالنسبة له كان هلكت، أنه والله انتهك الشهر وانتهك حرمته وأفطر وارتكب جرم. هذا الشعور على كل لا بد أن يصاحب كل إنسان، صحيح، وهو يعني ينتهك حرمة رمضان عمدا. هناك وعيد شديد وعذاب مخصص لمن يفطرون في نهاية رمضان. نعم. الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يعذبون في نهاية رمضان. نعم. لو تذكرنا بهذا الحديث. نعم، لا أذكره معلش. نعم. طيب، الله يجزيك خير. وعلى كل حال كأنه في حديث الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم وهم يعذبون فقال: من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الذين يفطرون في نهاية رمضان. جزاك الله. بارك الله فيكم شيخ. طيب، أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم ورفع الله قدركم. تحدثنا إذن عن هل يجوز قضاء التطوع؟ قضاء التطوع؟ يعني مثلا رجل من عادته أنه يصوم الاثنين والخميس فجاء يوم من الأيام جاءه ضيف فأفطر، فهل يشرع له قضاء التطوع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي نوافل الصلوات؟ ما في لا يجب عليه، لكن يمكن أن يقضي أو يستحب له ذلك ما دام أنه تعود هذا الأمر وكان يلزم به نفسه باستمرار. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى نوافل الصلوات يمكن أن يقضي نوافل الصيام. نعم. طيب، فيما يتعلق بتأخير القضاء قضينا عليه الحكم من يفطر في صيام الحكم لمن يفطر في صيام القضاء دون عذر وذلك بعد نيته الصيام في ذلك اليوم، انتهينا منه. بعض الناس يصوم تطوعا قبل أن يكمل ما عليه من القضاء، أيضا انتهينا منه. هل يمكن أن يقوم أقرباء المتوفى هذه نقطة مهمة. من مات وعليه صوم صام عنه وليه، ماذا يقول السادة المالكية؟ على كل أنا في هذا على كل أميل إلى رأي العلامة الشاطبي المالكي الأندلسي صاحب كتاب الموافقات، وهو أنه يرى بأن العبادات البدنية خاصة الصيام والصلاة، خلينا نفرق بين الحج والصلاة، مع أنه هو يلحق بها حتى الحج، لكن نخالف في هذا الموضوع باعتبار أن الحج فيه صفة مالية، فما كانت فيه الجانب المالي غالب فما في حرج يقوم به الآخرون. لكن بالنسبة للأشياء المدنية البدنية البحتة كالصلاة والصيام فإنه لا يقضي عنه الأولياء.
لا يقضي عنه الأولياء. هذا الذي على كل تطمئن إليه النفس. لكن خلينا نقول على من قال بالقضاء، على من قال بأن الأقرباء يمكن أن وكيف يصرف هذا الحديث؟ من مات وعليه صوم صام عنه وليه. نعم، وهو حديث صحيح في صحيح البخاري. أحسنت. هو على كل الإمام الشاطبي يعتبر أن هنالك قاعدة كلية، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. فهو يرى أن هذه القاعدة الكلية لا تصطدم مع هذه الأحاديث. لكن نحن نقول يعني هل أوجد لها مثلا تأويلا؟ لا، هو ألغاها، لم يقبل هذا الحديث. لا يقبلها. هو صعب صحيح البخاري. أي نعم. لا، هو بالنسبة له يرى أن هنالك سياق كلي للنصوص، أن والله القضايا البدنية يقوم بها الشخص. هذا فهمه. لكن ماذا قال الشيخ الألباني مثلا في هذا النوع من الحديث، أو كيف نجمع ما بين القواعد الكلية والأحاديث الجزئية؟ نعم. يقول بأننا لا نوسع في القواعد، لا نوسع في الجزئيات بما يهدم الكليات. لاحظت؟ إيه؟ بمعنى كل فرع عاد على أصله بالبطلان لا يعتبر. يعني ما نوسع في المسألة لدرجة أننا نهدم القاعدة الكلية التي انبنت من خلال سياقات قرآنية، سياقات نبوية وكذا. فمثلا هنا الحديث من صام من ايش هو الحديث؟ من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ايوه، مثلا هؤلاء حتى الذين اخذوا يقولون هذا في النذر وليس في صيام الفرض. يحملونها على ايه؟ يحملونها على صيام النذر بناء على انه قيل في ذلك. من يرى ان اللفظ عام ولا نستطيع ان نخصصه، والعبره بعموم اللفظ لا بخصوص الاسباب، يرى بانه الله يخلق يصومون عنه. على كل من راى أول في كل الأحوال خلينا نتفق أنه لا يجب عليهم الصيام. يعني أولياءه لا يجب عليهم الصيام، وخصوصا إذا كان عدم صيامه بتفريط منهم. لأن هذا الذي توفي، خلينا برضو نوضح فيها، هذا الذي توفي يعني مثلا نقول كان مريض في رمضان، نعم، وتوفي وهو على مرضه، هذا لا يجب على أهله شيء أصلا في كل الأحوال، لأنه لم يكن منه تفريط. نعم، لم يكن منه تفريط. هو القضاء على المفرط. أيوة، القضاء على المفرط. نعم. يعني هذا الذي مات، هذا الآباء يفرطون يا شيخ حسن. صح. هذا الذي فرط في كل الأحوال على كل، إما أن يقضي عنه وليه، وإذا ما استطاعوا القضاء يمكن أن يطعمون عنه. وأنا شخصيا أميل إلى الإطعام. أميل إلى الإطعام، بمعنى كثير. كيف تفعل في النص النبوي؟ كثير من يعني النصوص التي فيها جوانب مالية، جوانب مالية، الأولياء يمكن أن يقومون بها. لكن بالنسبة لموضوع الصيام، الجانب البدني فيه، لأنه نحن قيدناه الآن بإيه؟ يقوم به هو، يعني هو يصلي عن نفسه، هو يصوم عن نفسه، في الأصل هذا هو الجانب البدني، هذا هو. فأنا لا أستطيع أن أصلي لشخص ولا أستطيع أن أصوم عن شخص، هذا الوضع الطبيعي. لكن على كل عندك النص. فبالنسبة لقاعدتنا التي تقول بأن والله لا يصوم أحد عن أحد، ولا فيما يتعلق بالفرائض أقل مستوى، يعني صيام رمضان لا تستطيع أن تصوم عن أحد. طيب إذا كان في نذر، هذا ليس رمضان، فيمكن هنا أن رمضان أولى أن يقضى عنه إن كان على هذا. على كل حال إسلام ويب يقول حتى بس يعني نعم، من باب الفائدة ليس قال: وإن كان قد تمكن من القضاء ولم يقضي حتى مات، فيشرع لوليه أن يصوم عنه ما بقي عليه من الصيام، كما رجح هذا أكثر أهل العلم. نعم. قال النووي في المجموع: قال أصحابنا من مات وعليه قضاء رمضان أو بعده فله حالان، أحدهما أن يكون معذورا في تفويت الأداء، نعم، ودام عذره إلى الموت، كمن اتصل مرضه أو سفره أو إغماؤه أو حيضها أو نفاسها أو حملها أو إرضاعها ونحو ذلك بالموت، لم يجب شيء على ورثته، نعم، ولا في تركته، لا صيام ولا إطعام، نعم، وهذا لا خلاف فيه عندنا. ودليله ما ذكره المصنف من القياس عن الحج. الحالة الثانية أن يتمكن من قضائه سواء فاته بعذر أم بغيره، نعم، ولا يقضيه حتى يموت. ففيه قولان مشهوران أشهرهما وأصحهما عند المصنف والجمهور، وهو المنصوص في الجديد أنه يجب في تركته لكل يوم مد طعام، ولا يصح صيام وليه عنه.
قال القاضي أبو الطيب في المجرد: هذا هو المنصوص للشافعي في كتبه الجديدة وأكثر القديم. كأنه في القديم كان مالك. والثاني هو القديم وهو الصحيح عند جماعة من محققي أصحابنا والمختار أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه ويصح ذلك ويجزئه عن الإطعام وتبرأ به ذمة الميت، ولكن لا يلزم الولي الصوم بل هو إلى خيرته، إلى أن قال: قلت الصواب الجزم بجواز صوم الولي عن الميت سواء صوم رمضان والنذر وغيره من الصوم الواجب وللأحاديث الصحيحة السابقة ولا معارض لها، ويتعين أن يكون هذا مذهب الشافعي لأنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي واتركوا قول المخالف له، وقد صحت في المسألة حديث أخرى. ثم ذكر كلام ابن قدامة أيضا، كلهم يقولون يجوز له أن يصوم وليه، يصوم عن وليه إذا كان، وهذا فيه رحمة. أعتقد أن هذا يا شيخ حسن خذوا بهذا القول. لماذا؟ لأن التقصير يحصل خاصة من الآباء هدانا الله وإياهم، يهملون ويفطرون بالدخان بكذا، فيأتيهم الموت فجأة ولا شيء، ويكون أبنائهم صالحين وبناتهم صالحات. على كل من فعل ذلك إن شاء الله واتبع هؤلاء الأئمة بلا شك أيوة. إن شاء الله فيقضي وتكون رحمة لهذا الميت بدل أن يحاسبه الله عز وجل على هذا، وعسى الله أن يقبل سبحانه وتعالى. الشيخ حسن سلمان، استفدنا منكم كثيرا، جزاكم الله خيرا، مسائل قيمة وطيبة، أرجو أن يكون مشاهدي الحلقة قد استفادوا. انتهينا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، أن يبلغنا وإياكم من شهر رمضان، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وننصح إخواننا وأخواتنا أن يبادروا في القضاء إذا كان عليهم قضاء في هذه الأيام، وأن يدخلوا رمضان وليس في ذمتهم شيء، وبهذا يكون الإنسان حريص على طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن قضاء الله عز وجل أولى بالقضاء من غيره، فدين الله أولى كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أشكركم على حسن المتابعة، كما أشكر ضيفي الدكتور حسن سلمان، واللقاء موصول معكم إن شاء الله حتى ألقاكم في الأسبوع القادم. هذا أخوكم برهان سعيد يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة